مرحبا، شلونكم؟ اليوم سويت أطيب كيكة أناناس، كيكة الأناناس المقلوبة. تعالوا أشوفكم الطريقة، وإذا جربتوها كتبولي بالتعليقات. أول شي نسوي الكراميل، نخليه بالطاوة 3/4 كوب من الشكر، وعلى نار وسط نذوب الشكر لحد ما يصير كراميل مثل ما تشوفون. هنا الشكر تماما ذاب عندي صار كراميل. نضيف له 40 غرام من الزبدة، يعني تقريبا نص إصبع، وهو حار رأسا نخليه بالقالب. القالب هنا عندي عريض قياسه تقريبا 28 سنتيمتر حتى ما تكون الكيكة كلش عالية. ورا ما خلينا الكراميل نصفط شرايح الأناناس. أنا هنا استخدمت الأناناس التازة، أناناسة قشرتها وقطعتها وصفطتها بالقالب بهالشكل. ورا ما رتبت الأناناس بالقالب نخلي القالب على جنب بين ما يبرد شوية، ونبدي نحضر بالكيكة مالتنا. ناخذ 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، ونضيف لها كوب من السكر وظرف فانيلا. نخفق هذا المزيج لحد ما يكون كريمي وناعم، لحد ما الشكر يذوب. يعني يحتاج تقريبا 3 إلى 4 دقائق خفق أخذ من عندي. بهالأثناء نستمر بالخفق ونضيف نص كوب زيت نباتي. نستمر بالخلط. بعدين ضفت نص كوب من الحليب، نحتاج كوب ونص من الطحين. ضفت أول كوب طبعا النخلة، بعدين ضفت نص كوب الثاني، وخليت له ملعقة طعام كبيرة للبيكنج باودر، يعني عادل 10 غرام تقريبا، وخلطتهم. ما نبالغ بالخلط، مجرد انه تمتزج المواد مع بعضها. الخطوة الجاية نضيف 3 كوب من عصير الأناناس، مضاف له عصير نصف ليمونة، ونضيفه بالتدريج على خليط الكيك. خلطناهم زين، صار المزيج ويانا جاهز. هسه نديره بالقالب مالتنا اللي احنا محضرينه مسبقا. طبعا القالب مدهون بزبدة، والقاعدة بها ورق زبدة حتى لا يلتصق بها الكراميل، ومن نقلبها تنقلب ويانا بسهولة. والأطراف كذلك دهنتها بزبدة ورشتها برشة طحين. درنا الخليط مالتنا، صار القالب هسه جاهز. نضربه هيج ضربتين على المرمرة أو على الميز حتى تطلع من عند الفقاعات. ندخلها الفرن حامي 180 درجة تقريبا. أخذت وياي بالضبط 45 دقيقة بالشوي. ما احتاج أفتح الرف العلوي، يعني الحرارة من فوق، بس من جوا مدة 45 دقيقة 180 درجة. وهي حارة أقلبها مباشرة، لأن إذا تركت الكيكة تبرد راح يبرد الكراميل، وبعد ما يقدر أقلبها بسهولة. وهاي مثل ما تشوفون طلعت كلش طيبة، طلعت طيبة، طعمها حامض حلو، وبالعافية علينا، وسهم الكل العافية، وبالعافية على اللي جربها مسبقا. هسه نشوفكم الكيكة من الداخل، كلش هشة وكلش طيبة، وطعم الأناناس كلش مبين بيها. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، وانتظرونا فيديو جديد ووصفات جديدة. مع السلامة.